فريدة صابونجي فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية من مواليد الثلاثينيات بحي دويرات مدينة البليدة. اشتهرت بأداء أدوار المرأة الغنية والمتغطرسة الشخصية القاسية القلب أحيانا، كما أنها صاحبة شخصية قوية والتي يمكن لنا القول بأن الفن ولد معها. دخلت المسرح في سن مبكرة حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، ووقفت على ركحه إلى جانب كبار الفنانين على غرار محي الدين بشترزي، رويشد، محمد التوري وغيرهم، حيث دخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية سنة 1947، وقد مد لها محي الدين بشترزي يد المساعدة. وفي الخمسينيات قدمت العديد من الأعمال والأدوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بالأوبرا، على غرار أوتيليو، أوتيفون، تارتيف، قناع الجحيم، الدون جوان، والعشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية رفقة مصطفى كاتب، محمد التوري، نورية، كلثوم وغيره من نجوم الفن الجزائري. سنة 1989 طلب منها المشاركة في مسلسل المصير تحت إدارة المخرج الكبير جمال فزاز، واحتاج الدور الموكل إليها الكثير من الغطرسة والقبضة الحديدية، ولقد نجحت في الدور وأحبها الجمهور كثيرا، إلا أنها قدمت أعمالا أخرى مختلفة وتقمصت العديد من الشخصيات سواء كانت اجتماعية أو هزلية في المسرح أو المسلسلات، أشهرها دورها في المصير سنة 1989 وكيد الزمن سنة 1999 حيث عرفت بالشخصية المتسلطة، لكن لا شيء من هذا صحيح، لأن الأدوار المسندة إليها تلعب دورا في ترسيخ هذا الاعتقاد في أذهان الكثير من المشاهدين الذين لا يعرفونها عن قرب. وكل هذا يعني أنها تتقن الأدوار المسندة لها بدقة واحترافية إلى درجة أن المشاهد يصدق المشهد ويؤمن بأنها بالفعل متكبرة. وآخر عمل كان لها هو دار البهجة سنة 2013، توفيت اليوم السبت 17 سبتمبر 2022. إن لله وإنا إليه راجعون.